يقول وسيف الله يوفقه البلوشي رجل نذر نفسه لله، يكون معه مال بسيط، ينام في مسجد، ينام عند كشك، ينام في مطعم، أهم شيء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رجل قضى سنين طويلة وأشهر طويلة في الدعوة إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام يقول دخلت مسجد فجانا واحد ثري سريلانكي معروف دكتور زورفيك، أنا جلست تقريبا 5 دقائق عشان أتحفظ الاسم، زورفيك. يقول هو تو بادي يصلي، يقول ما بعد دخل الإيمان في قلبه، يقول أنا غني وجاء قلت ورا ما تبني لنا مسجد، ما عاد صلى معنا. يقول هججته وترك الصلاة. يقول أدوره بذكر الموضوع هذا الرجال، يقول مرة ما عاد حتى صلاة ما عاد فيه، مجرد أن يصلي على طول تبغى مسجد. يقول بعد 7 سنوات التقيت به في مسجد، فإذا هو في آخر الليل يصلي في الظلام. يقول فرأيته فعرفته، قلت الدكتور زرفك؟ قال نعم. وصلت؟ قال عرفتني؟ قال نعم أعرفك، أنت من عاقبني الله عز وجل بسببك. قال عندما قلت ابن المسجد هربت منك ولم أعد حتى فرطت في الصلاة. يقول في يوم من الأيام كان معي بضاعة من المجوهرات تصل إلى $1,000,000 تقريبا أو بعملة يقول في الطريق أثر فيه من المافيا اليابانية من يراقبون المشهد، فعندما خرجت خطفوني وكتفوني وذهبوا بي للبرية، والهدف سلب المال والقتل. قال طيب خلوني خذ المال. قالوا ما عندنا دفن أدلة القرائن، ما في إلا قتل، لكن إذا كان بتوصي أهلك بشيء وتخبرهم بأنك ميت عن طريق الإيميل أو كذا، وإلا أنت ميت. قال طيب تسمحوا لي بصلاة أتعبد ربي قبل أن تقتلوني؟ قالوا خذ راحتك. يقول فاستقبلت القبلة وأنا مكتوف الأيدي مقيد. إيه، وقلت يا رب والله لئن أنقذتني لأخدمن دينك. يقول صليت، يوم انتهيت من الصلاة ألا هذا في سبات عميق فاتح فمه ويشخر، والثاني كذلك. يقول أطالع فيهم نوم عميق، يبدو أنهم مراقبين الله. يقول وأبدأ أفك القيد لأن تخلصت منه، ومن شدة الفرح هربت، وبعد أمتار ذكرت البضاعة، إذا ذهبت بدون بضاعة تلقيت الدنيا بفقر. يقول فعدت فإذا هم في نوم عميق. يقول خدت البضاعة وبالفعل هم في نوم. يقول ثم اتجهت إلى الطريق السريع وأخذت أشير بيدي فلم يقف لي أحد، فوضعت نفسي في وسط الطريق أمام الشاحنات، فوقفت شاحنة فإذا امرأة قالت ممنوع، قالت تركبيني أنا لا أستطيع أن أمضي لوحدي. يقول فأركبتني مرغمة ثم ذهبت. يقول وها أنا عدت وها أنا أريد أن أخدم الله، وبدأت أخدم دين الله. قال نبني مسجد، قال خلنا نستاجر مكان ونجعله للصلاة، فإن ارتادته الأرجل وصلوا فيه الناس بنيته لكم. وبالفعل حطينا لوحة وبدأوا الناس يصلون، فاشترى المكان وبناه مسجدا. ثم قال لي عليك دين؟ قال نعم حول 130,000. يقول فقضى ديني كاملا. ثم تكفل بجلوسه في هذه المنطقة في مكانه 6 أشهر وأخذ يغدق عليه. يقول كنت معه أأتيه أحيانا في بيته يخدمني كخدمة الخادم لي، وهو رجل دكتور وزري، ومع ذلك نذر أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل عن الأعمال الخيرية التي فعل هذا الرجل. الآن أيها الأحبة نعود لاسم اللطيف. ترى والله وأبو خالد يتكلم بالقصص وأنا أرى لطف الله سبحانه وتعالى. من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن يرسل لك شيء هو بوابة الأجر، حتى نص عليه الشيخ السعدي أن تفعل أجرا أو يصلك الأجور من حيث لا تشعر، مثل هذه المرأة التي تدعى لها في المنام، يدعى لها في الفئة السحر ولا تدري. هذا الرجل نذر نفسه لله سبحانه وتعالى. يقول فأخذ يقضي الدين وكذا وكذا، ثم بعد ذلك انتقل لسريلانكا، ثم أصبح في السفارات يعني سفير أو كذا، صار له منصب عالي، ثم انقطعت الحالة به. هذا الرجل الذي أعرض عن الله، من الذي رده؟ رده الله. يقول الشيخ السعدي واسم الله اللطيف هو الذي يوصلك إلى المصالح برفق وأحيانا بالمصائب. فلما رأى في نفسك إدبارا عن الله
قدر لك هذا الشيء حتى يعيدك، فيك بقايا خير لكن الآن في دخنة، ولذلك عاد بهذا الحدث الذي أعد وأصبح داعي إلى الله سبحانه وتعالى.